كالعاده الناس الميسكولاسيون راني ما نسيتكمش. ودابا جات النوبه ديال الرجلين، غادي ندير واحد السلسله ديال لي فيديو غادي نهضروا فيها على كيفاش تخدم الرجلين من اجل التضخيم العضلي، كيفاش نضخموا الفخذ القدام، فخذ اللور، الجلوتس، كل ما يتعلق بالرجلين. وكل جزء من هذه السلسله هذه غادي نخصصوا العضله من هذه العضلات، مناش كتكون هذه العضله، احسن تمارين باش نخدموا هذه العضله، كيفاش نخدموا هذه العضله هذه، ونقدروا نساليوها بواحد البرنامج او حتى نساليو السلسله ونديروا واحد البرنامج ديال كيفاش نخدموا الرجلين، باش هكا ما تحتاجش تسول حتى شي واحد، خصوصا الا كنتي غير مبتدئ. معكم حمزه، بريباراتور فيزيك وكوتش سبورتيف وسيرتيفي ناظم في التغذيه، وانا هنا باش نشارك معكم كاع داكشي اللي كنعرف سواء في الرياضه ولا في التغذيه بناء على اسس علميه. الرجلين كيتكونوا من بزاف ديال العضلات، وكيف قلنا كل جزء من هذه السلسله هذه غادي نخصصوا العضله. وبالنسبه لفخذ اللور او الهامسترينغ فراهم كيتكونوا لينا من ثلاثه ديال العضلات. الهامسترينغ مهم بزاف اننا نقصوا بالسرعه، يعني الناس اللي كيديروا السبرينت مثلا كيعاونهم انهم يتحكموا في انهم ينقصوا من السرعه ديالهم، كيعاون في السبرينت اون جينيرال. ثاني حاجه واللي مهمه بزاف هو انه كيبروتيجي لينا الركبه ديالنا، كيبروتيجي لينا لي ليغامون ديالنا. يعني الناس اللي كيلعبوا كره او اللي كيلعبوا بزاف د الرياضات اللي كيخدموا فيهم ركبتهم بواحد الطريقه انفجاريه، فراه مهمين تخدموا الهامسترينغ. وبالنسبه للناس اللي كيقلبوا على التضخيم العضلي اللي عليهم دايره الفيلم هذا كامل، احسن ثلاثه ديال التمارين اللي كيخدموا لينا الهامسترينغ اولهم هو الار دي ال، رومانيان ديد ليفت. شوفوا الفيديو ديالي للناس اللي ما كيعرفوش يديروا ار دي ال. من موراها عندنا النورديك، والنورديك واخا اكزرسيس صعيب مهم بزاف في الديفلوبمون ديال الهامسترينغ، ولكن اهم من ذلك هو انه كيخدم لينا الصحه، يعني القوه، ماشي غير الحجم ديال العضله، حتى القوه ديال هذيك العضله ديالنا. وكيبقاو لينا لي كيرلز واللي هما كيخدموا لينا العضله وهي مجموعه، يعني وهي مشدوده، باسكو كنرجعوا الركبه ديالنا اللور ولا كنطويو ركبتنا، وفاش كنطويو الركبه ديالنا راه ديك الهامسترينغ كيتجمع والكوادريسبس كيتطلق. اذا نقدروا نستعملوه ولكن كتمرين تكميلي، حيت كيف قلت لكم في الميسكولاسيون كنعتمدوا اكثر اننا نخدموا لي موسكل ديالنا اولا نمارسوا عليهم واحد الضغط وهما مجبدين. ولا طبقنا على الكوادريسبس حتى هو غادي نطبقوه على الهامسترينغ. نحاولوا البروغرام ديالنا يكون فيه واحد التمرين كومباوند ولا واحد التمرين ملتي ارتيكولير اللي قلت لكم هو ار دي ال، وواحد التمرين ديال ليزولاسيون بحال لي كور ولا النورديك. حاجه اخرى بالنسبه للتمارين الكومباوند او الملتي ارتيكولير، سواء بالنسبه للكوادريسبس ولا الهامسترينغ ولا اي اكزرسيس واحد اخر بحال مثلا البنش بريس ولا الديد ليفت، فراه هاد التمارين ماشي الهدف هو اننا نديرو فيهم دي ريبيتيسيون كبارين، حيت كيطلبوا منا واحد المجهود عصبي وواحد المجهود ذهني وواحد المجهود عضلي وواحد المجهود كارديوفاسكولير كبير بزاف، حيت هاد النوع ديال التمارين كيكونوا خدامين فيهم بزاف ديال الحوايج دقه واحده. اذا العدد ديال التكرارات كنكونوا كنستهدفوا ما بين 5 و 8 ديال التكرارات، ولا طرنا حتى ل 10 التكرارات. حنا ما خدامينش الكارديو، الناس اللي كيديروا الميسكولاسيون حنا ما غاديش نديروا الكارديو، وكذلك بالنسبه للناس اللي كيديروا الباور ليفتين. اذا بالنسبه لهاد التمارين ميتو ارتيكولير فراه كنكتفيو ما بين 5 و 8 ولا 5 و 10 الى عيقنا ديال التكرارات. وفاش كنديروا التمارين ديال العزل بحال ليك اكستنشنز ولا ليك كيرلز، في هاد الحاله هادي كيمكن لينا نوصلوا حتى ل 15 ريبيتيسيون، وبالنسبه لليك بريس ممكن نوصلوا حتى ل 20 ريبيتيسيون، يعني ما بين 10 و 15. وبالنسبه لليك بريس نقدروا ما بين 15 و 20، ماشي بالضروره نتقلوا في الليك اكستنشنز ولا في الليك بريس. الهدف هو اننا نوصلوا لهذاك او نقربوا للفشل العضلي، واننا نشارجيو الموسكل ديالنا او نخليو لا طونسيون على الموسكل ديالنا واحد الوقت كبير وهو مجبد. وطبيعه الحال واحد الوقت اللي كيف شرحت لكم في الفيديو ديال كيفاش تبروغرامي لونطرينمون ديالك ولا كيفاش تبروغرامي بروغرام ديال الميسكولاسيون ديالك، واحد الوقت اللي هو معقول. وطبيعه الحال سواء كتخدموا الرجلين مره في السيمانه ولا من الاحسن تخدموهم 2 مرات في السيمانه، حاولوا تحترموا لو فوليوم دونطرينمون ديالكم اللي هو ما بين 10 حتى ل 20 سيريه باغ جروب ميسكولير في السيمانه.
وردوا البال باللي كاين شي دي زيكزيرسيس اللي هذوك السيريات فيهم كيتحسبوا على جوج جهات. بحال دابا مثلا خدام السكوات فراه كتحسب هذوك 4 السيريات راه محسوب درتي 4 السيريات في الكواد و4 السيريات في الجلوتس. المهم هادشي دابا نهضروا عليه اون ديتاي ان شاء الله. وهذا ما كان بالنسبه لهذا الفيديو ديال الهامسترينغ والكواد. باقي لنا الجلوتس خليتهم في فيديو بوحدو حيت البنات كيسولوني بزاف على الجلوتس. غادي ندير واحد الفيديو معمق ومطول على كيفاش كنديفلوبيو الفاسيي اولا الجلوتس. هذا ما كان، تهلاو في راسكم.